مرحبا، كيفكن يا جماعة؟ إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم بدي روح أنا وإنتو بمدينة تورنتو ورجيكن 6 من أهم المناطق ونشوف فيهم كيف أجواء أعياد الميلاد. هلأ حنبلش بذا كارلو، بعدين بدنا نروح على شارع يونغ، بعدين بدنا نروح على ساحة دنداس، بعدين بدنا نفوت على إيثن سنتر، بعدين نروح على مبنى الملدية، بعدين آخر شي كوين ستريت. طبعا اليوم نحن حتكون زيارتنا سريعة لكل من هدول الأماكن، بس أكيد بعدين ممكن نعمل حلقة لكل من هالمواقع لأنه كل موقع منهم فيه تفاصيل كتير. طبعا أنا هلأ بلشنا بذا كارلو. هذا المكان هو مكان قديم كتير بتورنتو. بيعملوا فيه مؤتمرات، في قاعة كبيرة للمؤتمرات، حفلات تخرج أو أي مناسبة بيعملوها بهذا الموقع. هو مكان قديم كتير، يعني في ما بعرف إذا فينا نقول إنه تاريخي أو لا، بس هو من الأماكن القديمة هون والمحبوبة من قبل أهل تورنتو. هي طبعا الساحة برا هون. هلأ نحن بدنا نطلع على لبرا في مكان للتزلج بنشوفه. وهلأ خلينا نرجع للبهو الرئيسي مطرح ما بلشنا. فهلأ نحن هون رح نشوف الشجرات، وهذا هو البهو الرئيسي. طبعا المبنى هو مو فقط قاعة للحفلات، أكيد في مطاعم كتير، في عنا محطة مترو، في كتير نشاطات بقلب هذا المبنى. طبعا الأولاد عم يجوا لهون بيقعدوا بيتصوروا مع بابا نويل أو سانتا. بما أنه منه موجود فحاستغل الفرصة وأنا أتصور بداله هون. أكيد إن شاء الله أنا بالمستقبل إذا في مجال صور لكم باقي الأماكن الموجودة بالمبنى بصورها، بس أنا حبيت صور لكم هلأ بأعياد الميلاد لأنه بيكون مزينين المبنى، وأكيد يعني تعتبر من أجمل الأوقات الواحد اللي بده يزور كندا فيها هي بهالوقت، لأنه بيكون أغلب المباني مزينة. فهلأ نحن رح نطلع لبرا ونشوف حلبة التزلج اللي قلت لكم عليها. طبعا هي حلبة تزلج صغيرة موجودة من وراء البناء، فهلأ حنروح عليها ونشوفها سوا. طبعا وصلت للمكان، وأول ما بنشوف هو علامة يونغ. بعتقد بالليل هون المكان أجمل، بيكون الإضاءة تبع أعياد الميلاد واضحة أكتر. وهي بعتقد لعبة ما بعرف صراحة هي كيف بيلعبوها. وخلينا نروح نشوف سنو مان هو ومرته، وهن هون كأنه عاملينه مقعد ممكن يقعد الواحد ياخد صورة هون. هلأ بس برجع باخد صورة معهم. وهي وصلنا لمكان التزلج. مثل ما لنا شايفين هو مكان صغير، لسه في المكان الأكبر هو اللي بساحة البلدية اللي رايحين عليه نحن هلأ. هون عادة بيكون زحمة أكتر بعطلة الأسبوع. فخليني هلأ ارجع كمل جولتي. هي رح اخد صورة مع سنومان، وخلينا نطلع من هون لنزور المكان الثاني يلي هو يونغ ستريت. طبعا يونغ ستريت نحن بدنا نمشي فيه لنوصل لساحة دنداس يلي هي الساحة الأشهر بتورنتو. طبعا هن في ساحتين مشهورين، ساحة دنداس وساحة البلدية، فنحن رح نزور الاثنين ورح. وهلأ وصلت لشارع يونغ يلي هو من أهم الشوارع الموجودة بمدينة تورنتو، يلي هو وجهتنا الثانية واللي نحن حنمشي فيه لنوصل فيه للوجهة رقم 3 يلي هي ساحة دنداس. هذا الشارع يعتبر من أهم الشوارع الموجودة بمدينة تورنتو، لأنه كل المهرجانات وكل الكرنفالات مظاهرات أو أي فعالية احتفالية لازم يمروا بهذا الشارع. طبعا هذا الشارع بيمتد لمسافة طويلة جدا، بس أنا حبيت أني أخذ جزء صغير منه واللي هو بيوصلنا للمنطقة الثالثة يلي بدنا نشوفها، واللي هي هلأ موجودة، يلي هي
ساحة دنداس. هي الساحة اللي تعتبر الساحة الرئيسية بمدينة تورنتو، بيقولوا لها ساحة يونغ أند دنداس. طبعا غيروا لها اسمها هلا، سموها سانكوفا سكوير، بس هن قرروا هيك، بس لحد هلا الناس بتناديها بنفس هذا الاسم. طبعا هي الساحة بيشبهوها بساحة تايم سكوير اللي موجودة بنيويورك. هلا فيني اقول انه كل ساحة لها شكلها الخاص وطابعها الخاص، بس بعتقد بساحة نيويورك هي زحمة اكثر من هون، بس هاي الساحة تعتبر جميلة جدا كمان. ومثل ما قلت لكم هاي تعتبر قلب مدينة تورنتو. هلا هون مثل ما عنا شايفين في حاطين الألعاب تبع أعياد الميلاد. كل سنة بيعملوا شكل معين، بس مثل ما عنا شايفين هلأ هي هون مسكرة، بس في أنا صورت فيديو تاني رح أحط لكم إياه وهلأ. طبعا هي شجرة الميلاد الموجودة بالساحة. بجوز انتم تستغربوا انه شكل عادي جدا، بس بعتقد انه هن عاملينها بهي الطريقة لانه في سحب على جوائز، ولاني شايف حاطين سيارات وشكلهم كأنه هدايا، فالناس عم تجي تكتب اسماء على الشرايط وتعلقها على الشجرة. فبعتقد هن عاملينها بهالطريقة كرمال السحب. بس هي الشجرة الأساسية موجودة بساحة البلدية، واللي نحن رح نروح نزورها بعد ما نزور مول إيثن سنتر يلي هو موجود على الطرف الثاني من الطريق. بس مثل ما قلت لكم هي الشجرة عاملينها شكلها غريبة لأنه يمكن في سحب، بس بالنسبة لي أنا يعني بحس إنه كان ممكن يعملوها بطريقة أفضل من هيك. خلينا هلأ نروح ونشوف المول. طبعا بقلب المول كمان في شجرة، بعتقد هي الشجرة الموجودة من أجمل الشجرات عيد الميلاد الموجودة مو بس بتورنتو بكندا، لأنه عاملين لها عرض خاص مع موسيقى وشو، وبينزل عاملين مثل طريقة هيك بينزل تلج فيها من فوق. أنا رح أحط لكم شوي من العرض، كمان أنا صورته لوحده. وهلأ أنا فيني أقول إنه نحن بداخل إيثن سنتر، وأول ما بندخل منشوف حاطين لنا هذا الغزال الحلو. هلأ أنا فيني أقول بصراحة هو شكل الغزال حلو، واللي بيجي بيشوفه لأول مرة بيحبه كتير وبياخد صور جنبه كتير. بس أنا تقريبا إلي 10 سنين بكندا، بس هاد الزينة نفسها تبع المول من 10 سنين هي نفسها. الشيء الوحيد اللي تغير انه عملوا الشو تبع شجرة عيد الميلاد. بس
الزينة من 10 سنين هي نفسها ما تغيرت صراحة يعني. فهلأ نحن حنعمل جولة بالمول وبورجيكم زينة عيد الميلاد ومنشوف الشجرة. هلأ أنا موجهي محل الصرافة، فخلينا نشوف سعر الدولار الكندي. ففينا نقول هون إنه بدنا ندفع يعني لكل 100 دولار أمريكي بدنا ندفع 100 وتقريبا 40 دولار كندي، يعني كل 140 دولار كندي تساوي 100 دولار أمريكي. طبعا هي المول من الداخل، وهلأ نحن متوجهين للشجرة، خلينا نروح نشوفها وبنفس الوقت عم ورجيكم الزحمة بالمول. طبعا ما فيني اقول انه هلا المول مزدحم، لانه انا هلا عم اصور بقلب ايام الاسبوع الزحمه الحقيقيه، ومنلاقي المول مليان ناس بيوم عطله الاسبوع اللي هن يوم السبت والاحد، فبكون ناس كتير والمول مزدحم جدا. بس طبعا نحن بايام الشتاء المولات بتكون كمان فيها اغلب الوقت زحمه اكثر، وخصوصي الموجود بقلب البلد بقلب الداون تاون، لأنه بيكون الجو بارد جدا، فالناس بدها تهرب من البرد فبتدخل لقلب المول، حتى لو يعني ما بدهم يشتروا شيء فبس بيدخلوا بيتمشوا وبيكون الجو أفضل من المشي برا بالطريق. فهلأ نحن هون تقريبا وصلنا على المكان الرئيسي بالمول. طبعا نحن هلا هون بس نطلع لفوق، نحن مثل ما شايفين هذا هو المكان الرئيسي بالمول اللي فيه السقف الزجاجي. وهلا رح نكمل ونطلع كمان طابق لفوق. انا بتذكر من السنة الماضية مريت بمكان وشفت المكان اللي عاملينه لسانتا من شان الناس تاخد صور معه، فبعتقد انه هو بعده بنفس المكان، فخلينا نروح ونشوف. ومثل ما توقعت المكان بعده موجود، ومثل ما لنا شايفين الناس عم تنتظر مشان تاخد صورة مع سانتا. فهذا الكورنر عاملين له اياه هون، جهزين له اياه. وهيدي هي الشجرة اللي قلت لكم عليها اللي لها عرض، بس ما بعرف اذا حلحق العرض في له اوقات معينة. بس بكل الحالات انا عامل تصوير خاص، جيت بالليل لانه اضاءة الشجرة بالليل بتكون اوضح، فاكيد رح حطه تشوفوه. بجوز ما حطه كله، هو طويل شوي، فحط لكم جزء منه لحتى تشوفوا العرض كيف كان. هو العرض كان كتير حلو. وخلينا نشوف المول وكيف شكل الشجرة من فوق. وطبعا هلا منرد ننزل لتحت ونصور من الطوابق اللي بالأسفل. طبعا مثل ما شايفين انه العرض بلش، فالحلو هلا انه رح تشوفوا جزء من العرض اللي هو الصبح،
وكيف طالع شكل الشجرة، وبنفس الوقت حنقارنه بالعرض اللي صورته بالليل وكيف الإضاءة. أنا بعتقد العرض الليلي أجمل، بس أنا بدي أعتذر إني ما رح أقدر أحط الموسيقى الأصلية لأنه في لها حقوق ملكية، بس أكيد أنا رح أحاول أحط جزء من الموسيقى بالتصوير الليلي اللي أنا مصوره ورح أحطه بعد شوي. خلينا نشوف كيف الشجرة شكلها من بعيد. فهلأ شايفين كيف الشجرة والألوان والعرض كيف شكله، وهي بالإضاءة الصباحية. هلأ رح أحط لكم الإضاءة اللي بعرض الليلي. طبعا هذا هو الفيديو اللي عم أقول عنه تبع العرض الليلي، ففينا نشوف كيف الألوان واضحة أكتر والناس أكتر أكيد. وبنفس الوقت أنا حاولت أني أحطه للفيديو يمشي بطريقة سريعة من شان نقدر نشوف العرض تقريبا كاملا وما ياخد معنا وقت طويل. بس أنا بالأخير خليت قسم أنه يطلع بالصوت الأصلي من شان تشوفوا كيف الأجواء. مثل ما لنا شايفين هون كيف المول مزدحم جدا، وهذا لأنه العرض كنت مصوره بالويكند. فخلينا نرجع ونكمل جولة. وهي نحن هلأ رجعنا نكمل الجولة بالمول. فهلأ منشوف في قدامنا هاد غزال تاني مثل اللي شفناه هونيك. طبعا مثل ما قلت انه الغزال هو شكله حلو كتير، بالليل بيطلع شكله احلى مع الإضاءة. وبتمنى يا ريت انه لو السنة الجاية يعملوا لنا هيك شغلات جديدة كمان لموسم عيد الميلاد. هذا يعتبر من اهم المولات بتورنتو لانه مثل ما قلت هو بوسط البلد، واغلب الاحيان اذا في عطلة رسمية اذا باقي المولات مسكرة هذا المول بضل فاتح من شان السياح. طبعا نحن وصلنا لتقريبا نهاية المول. فإذا طلعنا لفوق منلاقي في أشكال طيور معلقة بالسقف شكلهم حلو. رح نعمل زوم عليهم كيف شكلهم، بس فينا نشوفهم بطريقة أحلى بس نوصل للآخير. فهلأ نحن بطريقنا لآخر المول. طبعا هو ما فينا نقول إنه هذا نهاية المول لأنه هو مدخل للمول، بس فينا نقول إنه من هذا المكان فينا كمان نوصل للبناء يلي بالطرف المقابل، في مثل جسر بيوصل بين المول والمحل يلي بالطرف المقابل اسمه هاتسون باي، وهلأ حنحكي عنه. خلينا نشوف هون آخر نظرة للمول وكيف شكله من بعيد. هذا هو المول، وبعتقد شفنا كيف شكل الطيور يلي معلقة بالسقف كان شكلها حلو. هلأ خلينا ندخل على الجسر يلي بين المول وبين المحل الثاني اللي قلت اسمه هاتسون باي. فهذا المحل هو من المحلات المشهورة جدا بكندا لأنه ببيع كل الماركات العالمية المشهورة، مش بس ماركة واحدة، لا أكثر من ماركة. ففينا نشوف إنه هذا النفق شكله غريب شوي، شكله ممكن بيدوخ هيك شوي، صار مثل حلزوني. وهلأ نحن هيك فينا نقول إنه دخلنا على المحل. طبعا نحن هلأ بما أنه دخلنا لهون رح نعمل نظرة سريعة جدا، بس أنا أكيد بدي إجي مرة تانية لهون وصور لكم البناء كاملا ونتفرج على كل طابق شو موجود فيه. هذا البناء هو عبارة عن محلات، بس كل المحلات مثل ما أنا شايفين مفتوحة على بعضها. وإذا طلعنا هون لتحت منشوف محل البرفيوم ومحلات المكياج
وفي عنا هون محلات الملابس النسائية، بس كل المحلات هون فينا نقول إنه من المحلات الغالية جدا. فخلينا نطلع لبرا ونكمل جولتنا، لأنه مثل ما قلت لكم أكيد رح أجي مرة تانية لهون ونعمل جولة لنشوف. فهلأ نحن في طريقنا إلى الخارج، هذا المدخل الأساسي للمحل يلي هو اسمه هاتسون باي. فخلينا نطلع ونكمل جولتنا. هلأ نحن رايحين لمبنى البلدية. وهلأ وصلنا على مبنى بلدية تورنتو. فينا نشوف هي الساعة اللي بقمة البرج، هي يلي بتميز المبنى القديم للبلدية. هذا هو المبنى القديم، وشكله مثل ما لنا شايفين مثل قصر من العصور القديمة. بس إذا مشينا شوي لقدام وقطعنا الطريق منوصل للمبنى الجديد اللي قلت لكم عليه، في حلبة تزلج كبيرة وفي شجرة عيد الميلاد وفي مكان للاحتفالات. وهلأ نحن وصلنا لساحة اسمها ناثان فيليب. فهي الساحة هي اللي مطلة على المبنى الجديد. ففينا نشوف هنا على الخريطة هذا المبنى القديم وهذا المبنى الجديد. فخلينا نروح ونشوف المبنى الجديد وكل الفعاليات يلي حواليه واللي هو مقابلنا مباشرة. فخلينا نروح ونشوف شو موجود بالساحة هناك. وخلينا هلا نروح للوجهة الأخيرة اللي هو شارع كوين. طبعا شارع كوين نحن موجودين هلا بشارع كوين، بس راح نروح للجزء يلي فيه المحلات الكتيرة. بس طبعا ما راح نمشي فيه كله. في مطعم هنيك أنا رايح أكل فيه، وبعدين بنخلص جولتنا لليوم. وهلأ نحن موجودين بشارع كوين، وفينا نقول إنه هذا الشارع مثل ما لنا شايفين هو محافظ بعده على الطابع القديم لمدينة تورنتو. وشوفوا كيف شكل الأبنية هون، الأبنية القديمة مثل ما لنا شايفين شكلها حلو كتير، وعن جد بتحسوا إنه ماشيين بمنطقة قديمة. وشوفوا شلون الأشكال البيوت القديمة بتورنتو. وطبعا عم يحاولوا المدينة هون مع أنه فيها أبراج، فكل مكان بده يطلعوا فيه برج سكني
وهو هذا المكان عم يكون فيه أحد هاي الأبنية عم يحاولوا يحافظوا على البناء بأنهم يخلوه بشكله القديم، عم يحافظوا على البناء من برا بشكله القديم، وبعدين عم يطلع البرج السكني من وراء هذا البناء، لأنه أغلب هاي الأبنية أحيانا عم تكون بحاجة للترميم، فبنفس الوقت بيرمموا البناء وبيحافظوا عليه من برا. هذا محل كمان في حلويات فرنسية، كمان مرة تانية ممكن نجي نشوف التشكيلة الموجودة عنده. وبما أنه نحن هلأ موجودين بكوين ستريت، فلازم نشوف مبنى التلفزيون لمدينة تورنتو، واللي هو هاد مقابلي واسمه CTV. وفينا نشوف انه شكل المبنى عاملينه بطريقة مختلفة، وفي سيارة مخترقة المبنى، هذا هو رمز لإلهم. وعادة الدواليب تبع السيارة أو عجلات السيارة بتكون عم تفتل على طول، فبعتقد إنه فيهم مشكلة. وهلأ وصلت للمكان يلي بدي آكل فيه، واللي هو اسمه جيرمان دونر كباب. خلينا نفوت على المطعم وخلينا نشوف شو راح اختار منه. طبعا هذا المكان هو مو انه كباب بيقدموا الكباب اللي نحن بنعرفه بالعاده، هن مثل الشاورما، بس الشاورما على الطريقه الالمانيه. كلمه دونر بعتقد هي كلمه تركيه، فهن عاملين الشاورما الدونر اللي على الطريقه الالمانيه. طبعا انا طلبت ساندويتش باللحم مو بالدجاج. خليني اورجيكم شكلها كيف. طبعا هي بيقسموها بشكل مثلث للخبزه، بيحطوا فيها سلطه، وهيدي هي اللحمه شكلها هيك. بجوز شكلها غريب شوي بس هي هيك شكلها على اللحم. طبعا خلصت الساندويتش وهلا بعدنا بكوين ستريت مرة تانية. بتمنى انكم تكونوا حبيتوا هالجولة، وقبل ما انهي الجولة رح اخذكم معي على محطة المترو لورجيكم كيف شكل محطة المترو هون بتورنتو. طبعا هلأ وصلت لمحطة المترو، وفينا نميزها بالعلامة الحمراء اللي شايفينها هلأ ومكتوبة عليها TTC. بس نلاقي هاي العلامة معناتها هذا مدخل لمترو أنفاق تورنتو. نحن هون ما يعني عادة ما بنقول مترو، بنقول سبوي، فبس نقول سبوي يعني معناتها أنا رايحين على المترو. فمثل ما أنا شايفين هلأ أنا نازل للمحطة. طبعا المحطات هون ما فيني أقول إنه هن محطات حديثة جدا، بس الخدمة فيهم فيني أقول إنه ممتازة. على المترو بيجي كل تقريبا 3 دقائق أو 4 دقائق، وعلى طول شغال من 6 الصبح لل1 بالليل. اسم هاي المحطة محطة أوزغود. وفينا نشوف هلأ كيف شكل البوابات. في بوابات على اليمين، بوابات على اليسار، ممكن ندخل من أي منهم الاثنين بيخلونا ننزل للمترو. نستخدم هون بطاقة اسمها بريستو. هاي البطاقة فينا نحط فيها مصاري قد ما بدنا، ونستخدمها حسب عدد الرحلات، كل رحلة برحلتها. أو إذا بدي فيني استخدم البطاقة الشهرية، يعني حط لهم حطوا لي فيها بطاقة لمدة شهر، وفيني استخدمها لمدة شهر كامل، عدد رحلات غير محدود، قد ما بدي فيني استخدمها. بس بكون دفعت مبلغ تقريبا ممكن نقول انه كأني كل يوم استخدمت البطاقة ليوم واحد. فينا هلأ نشوف منطقة الانتظار بالمحطة. طبعا نحن بتورنتو في عنا شكلين لمحطات المترو. هاي المحطة شكلها انه منطقة الانتظار بالوسط، والقطارات بيكون في قطار على اليمين وقطار على اليسار. فالتنقل بين مثلا هاي المنطقة فيني انتقل من القطار اللي رايح للجنوب، فيني انزل منه انتقل دغري للقطار اللي رايح بعكسه بطريقة سهلة. الأصعب وقت بيكون القطارات بالنص، والرصيف يلي بدي وقف عليه بيكون على الأطراف. إذا بدي انقل من قطار لقطار بدي اطلع ولف لفة كاملة لحتى انزل. طبعا وصل المترو
يلي بدي اركبه من شان روح فيه على البيت. وهي نهاية الفيديو لليوم. شكرا كتير لإلكن انكم شفتوا الفيديو، وبتمنى انكم تكونوا حبيتوه. اذا حبيتوا الفيديو لا تنسوا انه تحطوا لي لايك وتشتركوا بالقناة من شان تشوفوا الفيديوهات الجديدة يلي بدي نزلها. فانتظروني بفيديو جديد، وسلام للجميع.